بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتحفظ المتن من قبل؟ تحفظ؟ ها؟ وأنت تحفظ المتن الأصول ثلاثة؟ طيب أنت تحفظ من قبل أو لا؟ من قبل حفظت؟ طيب بعد كل فترة أطلب تسميع، ليس كل يوم، بعد كل فترة أقول غدا تسمع، تمام، من البداية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثانية العمل به. قال: فالعمل هو ثمرة العلم، والعلم مقصود لغيره، فهو بمنزلة الشجرة، والعمل بمنزلة الثمرة. نعم، بعد أن يتعلم العبد يجب عليه أن يعمل بهذا العلم. فالعبد يتعلم لماذا؟ ليعمل. العبد يتعلم لماذا؟ ليعمل. فالعلم مقصود لغيره. لماذا تطلب العلم؟ لكي أعمل. فهمت؟ لكي أعمل. أو لا يقال أن العلم خلاص، لا نقول لماذا تطلب العلم، خلاص العلم أنت تطلب العلم للعلم، لا، تطلب العلم للعمل. فالعلم كالشجرة. الآن هذه شجرة، ما المقصود من هذه الشجرة؟ شجرة مثلا الموز، ما المقصود منها؟ المقصود منها أنا أزرع شجرة الموز لماذا؟ لأجل ثمرة الموز. إذن أنت تتعلم لأجل العمل، لأجل العمل. قال: فلا بد مع العلم بدين الإسلام من العمل به، واجب، فإن الذي معه علم ولا يعمل به شر من الجاهل. وفي الحديث: أشد الناس عذابا عالم لم ينفعه الله بعلمه، وهو أحد الثلاثة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، كما في حديث أبي هريرة: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومنهم رجل تعلم العلم وقرأ القرآن. قال: وقد قيل، أي في هؤلاء الثلاثة: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. وعالم بعلمه لم يعملا، عالم لكن لم يعمل بعلمه، معبد من قبل عباد الوثن، أي من قبل المشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومنهم عالم لم يعمل بعلمه أو راى بعلمه، يعني ما عمل به. المرائي يعتبر لم يعمل، لأن يعلم أن الرياء يبطل العمل، فهو لم يعمل بهذا العلم. قال: الثالثة الدعوة إليه. قال: فإذا حصل له بتوفيق الله العلم بدين الإسلام والعمل به، فيجب عليه السعي في الدعوة إليه، كما هي طريقة الرسل وأتباعهم. نعم، تعلم العلم وجب عليه أن يعمل بالعلم، هذا أمر أول. أولا رفع الجهل عن نفسه بالعلم. الثانيا جعل العلم، لا بد أن يجعل العلم حجة له لا حجة عليه، وذلك بالعمل به. فإذا تعلم ولم يعمل كان العلم حجة عليه، كان العلم حجة عليه. لكن إذا عمل صار العلم حجة له. فبعد أن رفع الجهل عن نفسه وعمل بعلمه ينبغي عليه أن يسعى لرفع الجهل عن غيره، وهذه أعلى مراتب، يعني أشرف مراتب العلم، أشرف مراتب العلم الدعوة إلى الله عز وجل. قال: كما هي طريقة الرسل أتباعهم، الدعوة إلى الله. قال: وأعلى مراتب العلم الدعوة إلى الحق وسبيل الرشاد ونفي الشرك والفساد، فإنه ما من نبي يبعث إلى قومه إلا ويدعوهم إلى طاعة الله وإفراده بالعبادة، وينهاهم عن الشرك وسائره وذرائعه، ويبدأ بالأهم فالأهم بعد ذلك من شرائع الإسلام. نعم، أول ما يجب على الداعية إلى الله عز وجل
أن يقوم بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، كما هي طريقة الأنبياء والرسل، فما من نبي إلا ويدعو قومه إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالها هود، قالها يعني صالح، ما لكم من إله غيره. وقال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأول شيء وهو أهم شيء الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، ثم الأهم فالأهم يبدأ بأهم شيء العقيدة، يعني التوحيد، العقيدة أهم شيء، الصلاة، ثم بعد ذلك يتدرج إلى ما هو يعني أدنى. قال الرابعة الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه. قال: لأن من قام بدين الإسلام ودعا الناس إليه فقد تحمل أمرا عظيما، وقام مقام الرسل في الدعوة، وقصد أن يحول بين الناس وبين شهواتهم وأهوائهم واعتقاداتهم الباطلة، أي قصد أي أراد بهذا الفعل بالدعوة إلى الله عز وجل أنه يعني يحجز الناس، يمنع الناس من شهواتهم وأهوائهم واعتقاداتهم الباطلة. الناس الشهوة، شهوة النفس يعني أمارة بالسوء، وبسبب الجهل يعني يتبع العبد هواه، فإذا اعتاد على هذا الشيء اتباع الهوى واتباع الشهوات والاعتقادات الباطلة، فجاء رجل الذي تعلم العلم يريد أن يبين أن هذا خطأ، فهو يحول بينهم وبين ما اعتادوا عليه وبين شهواتهم واعتقاداتهم الباطلة، فإذن هنا سوف يتهمونه وسوف يؤذونه، وهذا كما يعني حصل للأنبياء والرسل. إذن فلا بد للداعية أن يصبر، لا يظن أنه عندما يأتي يدعو الناس أن الناس مباشرة سوف يحتضنونه وأن الناس سوف يبجلونه ويحترمونه مباشرة، لا بد من الأذى، فقد أوذي خير الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وضرب حتى أدميت قدماه وغير ذلك من الأذية. قال: فحينئذ لا بد أن يأذوه، فعليه أن يصبر ويحتسب. قال: وهذه الأربع أوجب الواجبات. ما هي الأربع؟ العلم، معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة الله من الأدلة، العمل به، الدعوة إليه، الصبر على الأذى فيه. قال: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال: أي جنس الإنسان، إن الإنسان لفي خسر، أي كل، إن الإنسان أي أن كل، هنا جنسية، كل إنسان، أي جنس الإنسان من حيث هو إنسان في خسار في مسعاه، ولا بد أن يكون في خسارة، إلا من استثنى الله في هذه الصورة، وهو من قام بهذه الخصال الأربع، خصال أربع ذكرها الله. قال: الإيمان بالله والعمل الصالح في نفسه وأمر غيره به والصبر على ما ناله فيه. إذن هذه الأربع، من اتصف بهذه الأربع الخصال فقد نجا من الخسارة، ومن لم يتصف فهو في يعني صنف الخاسرين من الناس. قال: استثنى سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا. قال: استثنى سبحانه وتعالى الذين آمنوا فإنهم ليسوا في خسر، ففيه ما يوجب الجد والاجتهاد في معرفة الإيمان والتزامه، وفيه العلم فإنه لا يمكن العمل بدون علم، وفيه حياة الإنسان إلا الذين آمنوا. هذا على العلم، لأنه لا يمكن أن يكون هناك إيمان بدون علم. كيف سيعبد الله وهو لا يعرف عبادة الله؟ كيف سيصلي وهو لا يعرف الصلاة؟ كيف سيوحد الله وهو لا يعرف التوحيد؟ كيف سيجتنب الشرك وهو لا يعرف الشرك؟ قد يقع في الشرك
ويظن أنه توحيد، وقد يترك التوحيد ويظن أنه شرك بسبب الجهل. إذن قول الله عز وجل الذين آمنوا لابد من العلم، أنه لا إيمان إلا بعلم، فيلزم العلم. قال أي ليسوا في خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي ليسوا في خسر بل فازوا، هؤلاء الذين استثناهم الله، بل فازوا وربحوا لأنهم اشتروا الآخرة الباقية بالدنيا الفانية. وفيه الحض على العلم، فإن العامل بغير علم ليس من علمه على طائل، ليس من عمله على طائل. فإن العامل بغير علم هذا فيه شبه من النصارى الذي يعمل بغير علم، قد يعمل بالبدع والضلالات وهي مردودة ولا يعرف، قد يعمل بالشرك لأنه جاهل، قد يقع في الشرك وهو لا يعلم ويظن أنه توحيد. قال ليس من عمله على طائل، ليس في كثير فائدة، وليس هو بمستفيد، قال وفيه العمل وهو ثمرة العلم وعملوا الصالحات، الذين آمنوا العلم وعملوا الصالحات. ثمرة العلم ما هو؟ العمل، ثمرة العلم العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. قال أوصى بعضهم بعضا بالإيمان وتواصوا بالحق، أوصى بعضهم بعضا بالإيمان بالله وتوحيده وبالكتاب والسنة والعمل بما فيهما، ومنه الدعوة إليه، وتواصوا بالصبر أي على أداء الفرائض وإقامة أمر الله وحدوده، ويدخل فيه الحق والواجب والمستحب، وفيه الصبر على الأذى فيه، فإن من قام بالدعوة إلى الله فلا بد أن يحصل له من الأذى بحسب ما قام به، أي من الدعوة إلى الله. تواصوا بالصبر، الصبر بجميع أنواعه الثلاثة، الصبر على طاعة الله لأن الطاعة لا بد لها من صبر، والصبر عن معصية الله لأن لا بد لها من صبر، إذا رأى المعصية صبر لأجل الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة ما يصيبه من المصائب، موت، مرض وغير ذلك من المصائب. تواصوا بالصبر بأنواعه الثلاثة. ولا بد لمن قام بالدعوة إلى الله أن يناله من الأذى بحسب قيامه، إذا كان قام بأمر بسيط عنده يعني على حسب علمه، لم يكون عالم كبير داعية صغير، يكون من الأذى بحسب مقامه. إذا كان عالم زاد الأذى، يبتلى الصالحون الأمثل فالأمثل، الأولى فالأولى، يعني على كل يبتلى على حسب دينه كما قال المسلم، كل يبتلى على حسب قدر دينه، فمن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، فيبتلى العبد على قدر دينه. قال وفي هذه السورة الكريمة سورة العصر التنبيه على أن جنس الإنسان كله في خسار إلا من استثنى الله، في خسارة إلا من استثنى الله، وهو من استثناهم الله. قال وهو من كمل قوته العلمية بالإيمان بالله وقوته العملية بالطاعات. من كمل هو العبد قوته العلمية بالإيمان بالله تعلم، وقوته العملية بالطاعات. قال فهذا كماله في نفسه، كمال العبد في نفسه أن يعلم ثم يعمل، هذا كمل نفسه الآن، صار في نفسه كامل، علم وعمل. قال فهذا كمال في نفسه، ثم كمل غيره بوصيته له بذلك وأمره به، أي بوصيته بالعلم وبالعمل بالعلم. كمل غيره، الآن كمل نفسه، أراد أن يكمل غيره، فهذا أفضل مراتب العبد أن يكمل نفسه ثم يسعى لتكميل غيره. قال وبملاك ذلك وهو الصبر، أي بما يجمع ذلك، لأنه لا بد من العلم من الصبر، والعمل لا بد له من صبر، والدعوة لا بد لها من صبر. إذن فالصبر يكون في جميع الأمور، وهو ملاك ذلك يجمع هذه الأمور. قال وهذا غاية الكمال، أن يكمل نفسه ثم يسعى لتكميل غيره، هذا غاية الكمال، يعني نهاية الكمال. قال ومعنى ذلك في القرآن كثير. وقال ابن القيم جهاد النفس 4 مراتب:
أحدها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به. هذا أول جهاد العلم، أن يتعلم. قال: ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين، أي متى لم يعلم صار جاهل، فهذا سبب لشقائه في الدارين، في الدنيا والآخرة. هذه المرتبة الأولى. قال: هذه مرتبة الجهاد الأولى، أن يجاهد نفسه على تعلم العلم. قال: الثانية أن يجاهد على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها، والغالب أنه يضرها، لأنه يكون حجة عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت به، وحجة عليك إن لم تعمل به. هذا المرتبة الثانية من جهاد النفس، أن تجاهد على العمل بالعلم، على العمل بالعلم. قال: الثالثة أن يجاهد على الدعوة إليه. قال: وتعليمه من لا يعلمه، تعليم العلم من لا يعلمه. قال: وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. من كتم علما وهو قادر على أن يعلمه ألجم بلجام من نار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألجم بلجام من نار. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة. من أكبر الكبائر كتمان العلم، كتمان العلم. إذن جاهد نفسه على تعلم العلم، لا بد أن يجاهد على العمل به، مرتبط، كله مرتبط. جاهد على العمل به، لا بد أن يجاهد على تعليمه، على الدعوة إليه، وإلا كان يكتم العلم، وهذا سبب يعني استحقاقه للنار، للعذاب. من كبائر الذنوب، كبائر الذنوب كتمان العلم. قال: الرابعة أن يجاهد على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، ويتحمل ذلك كله لله، يصبر، يعلم أن هذا الطريق لا بد أن يؤذى فيه، فقد هذا الطريق طريق الأنبياء والرسل، والأنبياء والرسل لم يؤذوا أو أوذوا. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأفضل الأنبياء والرسل، ومع ذلك أوذي عليه الصلاة والسلام، ضرب حتى سال الدم من يده، وشج رأسه، وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، ويعني سمم له، أكل السم في ذراع الشاة، وغير ذلك من الأذية التي أصابت النبي صلى الله عليه وسلم. فالداعي إلى الله يوطن نفسه، يقول هذا الطريق لا بد له من الأذى، قد يحصل يعني يشتد به البلاء، وقد يكون البلاء خفيفا، قد تكون الأذية يعني بسيطة، ولكن لا بد أن يؤذى من كلام الناس، يتكلموا عليه، ولربما يعني وصل لهم يعني من عملهم، من فعلهم أذية له. قال: ويتحمل ذلك كله لله. قال: فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين، أي من الربانيين. إذا استكمل هذه المراتب الأربع: جهاد النفس بالعلم والعمل والدعوة والصبر على هذا الأمر، فإن هذا يصير من الربانيين. قال: فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماوات، في ملكوت السماء، أي العبد الذي تعلم وعمل وعلم يدعى عظيم في ملكوت السماء، بل والأرض. حتى الحيتان تستغفر لمعلم الناس الخير، عظيم يصير. الذي يعلم الناس الخير درجته رفيعة ومنزلته عظيمة وشأنه عظيم، يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. حتى الحيتان في الماء، حتى الحيتان في الماء، وحتى الذرة في النملة في جحرها، حتى النملة في جحرها. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. قال:
الشافعي هو محمد بن إدريس القرشي الإمام الشهير المتوفى سنة 400 رحمه الله تعالى، وهو تلميذ من الأئمة؟ الإمام مالك. الشافعي تلميذ الإمام مالك. قال قوله لكفتهم، قال لعظم شأنها، أي هذه الصورة، صورة العصر، مع قصرها وقلة مبانيها أي حروفها، لكن لها معان كثيرة وقد اشتملت على فوائد عديدة وعلى خير كثير. قال لعظم شأنها مع غاية اختصارها، لو فكر الناس فيها لكفتهم لجمعها للخير بحذافيره، فإنها دلت على العلم والعمل والدعوة إلى الحق والصبر على الأذى فيه، فتضمنت جميع مراتب الكمال الإنساني الذي قال ابن القيم: العلم والعمل والدعوة والصبر، هذه مراتب الكمال، هذه مراتب الكمال، فتضمنت هذه الصورة جميع مراتب الكمال. فإذا يعني تدبر الإنسان هذه الصورة وعمل بما فيها فإنه يسعى إلى كمال نفسه، إلى كمال نفسه. قال: فهي حقيقة بأن يقال فيها ما قاله هذا الإمام الجليل وهو الإمام الشافعي. وقال شيخ الإسلام: هو كما قال، فإن الله أخبر أن جميع الناس خاسرون إلا من كان في نفسه مؤمنا صالحا ومع غيره موصيا بالحق موصيا بالصبر. فقول الإمام الشافعي: لو ما أنزل الله على خلقه حجة، ليس معناه أن هذه الصورة تبين فيها الحلال والحرام. لو ما أنزل الله هذه الصورة فقط فإن الناس سيعرفون الحلال والحرام، فهمت؟ والتوحيد والشرك، لا، وإنما معناه أن هذه الصورة تدلهم، تقوم عليهم الحجة، لأنهم لا بد أن يتعلموا العلم، والعلم فيه بيان الحلال والحرام والتوحيد والشرك، وفيها أيضا أنه واجب أن يعمل بالعلم. ففيها أن هذه الصورة تحث الناس على تكميل أنفسهم، على تكميل أنفسهم، وعلى يعني فوزهم ونجاحهم وفلاحهم والسعي إلى عدم الخسران. أن الله عز وجل قال: إن الإنسان، كل إنسان في خسارة إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع، وهي في سورة العصر. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.